السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي طبخ وحلويات ام ليا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الفيديو تاع اليوم كذلك رايح نواصل في الوصفات اللي شفناها في الفيديو السابق اللي كانت مع خبز الباي بعد ما شفنا الوصفه نتاعو. اليوم درك رايحين نشوفوا وصفه نتاع لي طارتولات بكريمه بزاف بنينه بالذوق نتاع لافاني، وكما راكم تشوفوا راهي مزينه بالفراوله. ما نساوش لاباط اللي هي الاساس اللي راهي مزيج بين زبده وزيت، يعني راه كاين قرمشه. يعني اللي تحب لي طارتولات يكونوا مقرمشين تجرب هاد الوصفه، راهي بزاف ناجحه، ويعني حتى المبتدئات يقدروا يديروها، راها بزاف بسيطه وبزاف سهله. والاهم كذلك الكريمه راهي بزاف بنينه، والله جربوها. راها بدون بيض، يعني خصوصا اللي عندها حساسيه من البيض ولا ما يكونش متوفر عندك البيض ولا جربي هاد الوصفه نتاع الكريمه، راهي كذلك بزاف ناجحه. كذلك البنات قبل ما نبدا في الفيديو نحب نذكركم نقول لكم اللي ما راش مشترك يشترك ويفعل الجرس هكا باش يوصلكم جديد الوصفات وكذلك جديد الفيديوهات نتاعي. وكذلك البنات نرحب بالمشتركين الجدد، نقول لكم مرحبا بكم، شرفتوا ونورتوا القناه. ولا عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء، خصوصا اليوم ان شاء الله راهي النصفيه ونحتاجوا هذه الوصفات في السهره. ويعني وعلى الاغلب عاداتنا في الجزائر يعني هكذا تلتم العائله في هذا النهار ان شاء الله المبارك. وكما راكم تشوفوا يعني وصفه اكثر من ناجحه. بلا ما نطول عليكم نمروا الان للوصفه تاعنا. بسم الله. هنا رايحه ندير مغرف معمره مليح نتاع زبده، درت تاع مرقرين، درت لابيل مع نص كاس نتاع الزيت ولافاني بهذا الشكل. وعندي هنا كذلك نص كاس نتاع السكر عادي، نص كاس سكر عادي. ورايحه نخلط كل شيء مليح. البنات هنا ماذا بكم نستعملوا الفوي، دوك في الاخر تشوفوني رايحه نستعمل الفوي، عفوا استعملوا الباطر، لانه لازم لنا هذاك السكر يذوب مع المكونات اللي درناهم. من الاحسن استعملوا الباطر، ولا ما عندكمش الباطر استعملوا بالفوي، ولكن حركوا مليح مليح كما راني نحرك انا حتى يذوب السكر. وانا في الاخير استعملت الباطر. المهم البنات بعد ما خلطت هذيك الزبده والزيت مع لافاني، هنا بالنسبه للزبده كما قلت لكم مغرف معمره مليح مرقارين، انا استعملتي لابيل، لكن نتوما البنات تقدروا تروحوا حتى لزوج مغارف نتاع المرقارين، زوج مغارف تاع مرقارين ولا مغرف كما تحبوا. وهنايا البنات بعد ما خلطت مليح ضفت هنايا حبه نتاع بيض كامله، وكما شفتوا هنايا رايحه نستعمل الباطر احسن هكذا باش يذوب لي هذاك السكر. من بعد البنات كما راكم تشوفوا رايحه نضيف الفرينه بالتدريج. هنا ما نديروش الخميره الكيميائيه، ولا حبيتوا ديروا خميره كيميائيه ديروا شويه رشه، لانه ما نحتاجوش لي طارتولات تاعنا باش يطلعوا. المهم البنات كما راكم تشوفوا جمعتها بهذا الشكل حتى تحصلت العجينه تكون متماسكه، ولكن ما نعجنوش، يعني نلموا باطراف الاصابع باش ما تتقلصناش الحبه في الطياب. المهم البنات كما شفتوا جبت هنايا لي مول تاع لي طارتولات اللي اختاريتو نتوما، اختاروا اي شكل كما تقدروا ديروه بحجم عائلي وتشكلوهم، ومن بعد تقبوهم بالفرشيطه وندخلوهم للفرن. هنا نمروا الكريمه، عندي زوج كيسان تاع حليب. الكريمه ان شاء الله ما رايحينش نديروها بالبيض، هكا اللي عندها حساسيه تاع بيض ولا ما يكونش عندك البيض ديري هاد الكريمه تجي بزاف بنينه. وهنا رايحين نضيفوا على هذوك زوج كيسان تاع الحليب 4 مغارف كبار نتاع سكر عادي، 4 مغارف كبار تاع سكر عادي مع زوج كيسان تاع الحليب، الكاس اللي نعبركم به دائما اللي يهز 200 ملي. وهنا بما انه حبيتها بالذوق نتاع لافاني درت لافاني، هنا تقدروا تعوضوا لافاني بالذوق تاع نواة كوكو كذلك تجيكم بنينه. وهنا بالنسبه للمايزينا شوفوا هنا درت 3 مغارف كبار، لكن ما كانوش معمرين بزاف، لكن نتوما الى عمرتهم ديروا زوج مغارف برك، فاكتفيوا فقط بزوج مغارف كبار يكونوا معمرين نتاع المايزينا، ونديروهم على النار ونحركوا يعني مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على هذا القوام. لازم يكون القوام نوعا ما شويه ثقيل هكذا، كي نشكلوها في لابوش يجيو هذوك الخطوط باينين. وهنا البنات ديروها غطيوها بابي كونتاكت وندخلوها للثلاجه. بعد ما تبرد مليح بهذا الشكل رايحه نضيف لها 3 مغارف حتى 4، يعني نص كاس تقريبا، ولا تقدرين تروحوا من نص كاس حتى الكاس نتاع كريمه عفوا بودره الشونتيي، ونضربوا مليح 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 حتى تصبح معنا ليس بهذا الشكل. يعني على بها قلت لكم البنات لازم تكون شويه ثقيله هكا باش كي نديروها في لابوش ونشكلوها يجيونا دوك الخطوط باينين، ما تجيناش سايحه الكريمه. ان شاء الله فهمتوا عليا. بالنسبه للناباج البنات هذا صنع منزلي خدمته في الدار، الا حبيتوا قولوا لي نقول لكم كيفاش درت له. دوك تشوفوا معايا راه ناجح، يعني هكا احتفظوا به يبقى معكم مده مليحه. الا حبيتوا قولوا لي نشاركه معكم. شوفوا هنايا على بها قلت لكم يعني هذيك الكريمه في الاول تكون ثقيله باش كي نضربوها نتحصلوا على هذا الشكل، وكي نبوشيوها كذلك تعطينا هاد الخطوط تجي متماسكه نوعا ما، طريه ومتماسكه في نفس الوقت. ومن بعد نشكلها. البنات هنا بالنسبه لطارتولات درتهم طايبين محمرين بهذا الشكل، انا نحبهم هكذا رايحين يكونوا مقرمشين احسن. لكن نتوما البنات
لكن الا ما حبيتوهمش طايبين هكا كل واحد يطيب كما يحب لي طارتولات كما يحب ياكلهم. انا نبغيهم كما هكذا محمرين. المهم البنات كما راكم تشوفوا هنا زدت شكلت معاكم. شوفوا الكريمه كيفاش تجي ليس وشوفوا هذوك الخطوط يعني يجيو هكذاك باينين تاع لابوش. هنا نمروا للتزيين. انا بما انه رانا في الموسم تاع الفراوله فحبيت نزين بالفراوله. كما تقدروا تزينوا بالفواكه الموسميه او الفواكه اللي تفضلوها. وهنايا كما شفتوا زينت من هذا الشكل. ودرك رايحه نعطيهم مسحه خفيفه بالناباج. شوفوا البنات كيفاش يجي طبق الاصل كما اللي يتباع برا. شوفوا يعطي هذيك اللمعه هذيك لابريونس. المهم الا حبيتوا قولوا لي كيفاش قولوا لي نشارك معكم يعني الناباج المنزلي راه بزاف ساهل. هذه هي البنات هذا هو الشكل النهائي تاع الطارتولات. ان شاء الله يكون عجبكم. لاباط راهي مبسه دوك زدت نقسم لكم وتشوفوا راهي مقرمشه خصوصا اللي يحب لي طارتولات هكذا مقرمشين. هذاك المزيج اللي درناه تاع الزيت مع الزبده الزيت هي اللي رايحه تخلي لنا لي طارتولات مقرمشين وكي نطيبوهم ثاني هكذا شويه محمرين كذلك راح يعطيونا قرمشه. المهم البنات هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم تاع لي طارتولات بالكريمه بالدبق تاع لافاني وكما شفتوا راهي مزينه بالفراوله. دوك نقسم لكم كذلك باش تشوفوا كيفاش تجي. كذلك البنات الى عجبتكم لا فيديو ما عليكم تبارطاجيوها كما قلت لكم اليوم. ان شاء الله النصفيه تاع رمضان ان شاء الله اكيد العائله ان شاء الله رايحه تلتم وكل شيء. فهاد الوصفات يجيونا مناسبين هكذا للسهرات. وكما راكم تشوفوا البنات هنايا شاركت معكم خبز نتاع الباي وكما شفتوا اليوم شفنا لي طارتولات ولكن بعد هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله رايحين نشوفوا لا غوسات نتاع القطايف بالمكسرات واش نقول لكم بنا ان شاء الله تجربوا هذه الوصفات كما راكم تشوفوا فيهم الشكل ما شاء الله ونضمن لكم الذوق ونقول لكم ان شاء الله باذن الله تبعوا فقط الفيديو والنصائح اللي نعطيهم لكم تنجحوا فيهم من اول تجربه ان شاء الله. شوفوا الله يبارك يعني كيفاش يجيو. كما قلت لكم تقدروا تديروا هذه طارتولات في مول عائلي هكذا بحجم كبير. شوفوا هنا قسمت لكم تقسمت معايا بكل سهوله راهي كشغل مرمله في نفس الوقت مقرمشه. شوفوا الله يبارك كيفاش تجي. شوفوا راح نزيد نقسم لكم. شوفوا يعني كي تاكلوها تحسوها كمرمله في الفم مع هذاك اللوغو تاع لافاني اللي في الكريمه واش نقول لكم والله غير وصفه تستحق التجربه. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات وتخليوا لي الاراء تاعكم في التعليقات. كما نقول لكم دائما الاراء تاعكم بزاف تهمني. وهذه هي البنات الان وصلنا الى النهايه نتاع لا فيديو. ان شاء الله يكونوا عجبكم الوصفات وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. واللي ما راهش مشترك كذلك يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. صحة فطوركم. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.